تؤمن بلعنة الفراعنة؟ أنا ندى وده ندى توكس. تعال أحكي لك حكاية من حكاية لعنة الفراعنة. توت عنخ آمون لما اكتشفوا المقبرة بتاعته لقوا فيها حاجات كتيرة جدا، من ضمنها لقوا بوقين، بوق من الفضة وبوق من النحاس البرونزي. طيب يعني ايه بوق؟ البوق ده آلة كان بيستخدمها الجيش أيام الفراعنة عشان ينفخوا فيها ويعلنوا بداية الحرب. البوق بتاع توت عنخ آمون ده من ساعة ما تم اكتشافه وهو عليه علامات استفهام كتيرة جدا. الناس اللي في عالم الأثريات كلها بتخاف منه وبيقولوا إن البوق ده بتحميه لعنة فراعنة معينة. طب الكلام ده جابوه منين؟ جابوه من كذا حادثة حصلت في أوقات مختلفة، حاولوا ناس إن هم ينفخوا في البوق. وتعالى أحكي لكم إيه اللي بيحصل. في إبريل سنة 39 في حفلة من حفلات الملك فاروق تم النفخ في البوق، وصوت النفخ اللي في البوق ده اتسجل، والإذاعة البريطانية BBC خدت إذن من مصر وأذاعت التسجيل بتاع العزف على البوق. واللي سمع التسجيل ده ساعتها برواية BBC 150 مليون مواطن. إيه اللي حصل؟ بعدها بكام شهر في سبتمبر 39 قامت الحرب العالمية الثانية. ناس كتير قوي ربطوا اللي حصل بايه؟ بالنفخ في البوق. بس في نفس الوقت في ناس كتير برضو كدبت وقالت لا مش معقول، دي ممكن تكون صدفة. طيب ماشي هنقول صدفة. بعدها بسنين طويلة وبالتحديد سنة 67 جه واحد من موظفين المتحف المصري وبالتحديد أمناء المتحف المصري فتح موضوع البوق تاني وراح قال ايه؟ دي خرافة وما ينفعش العالم يصدق في حاجة زي كده، وممكن نعتبر اللي حصل ده صدفة وانا هثبت لكم. الكلام ده كان سنة كام؟ 67. الراجل عمل ايه؟ نفخ في البوق. وبعدها على طول ايه اللي حصل؟ قامت الحرب ما بين مين؟ العرب وإسرائيل، وساعتها إسرائيل هي اللي انتصرت وخدت أراضي كتيرة جدا من العرب. ومن هنا بدأ الشك يبقى نوع من أنواع اليقين عند ناس كتير إنه يربط اندلاع الحروب والصراعات بالنفخ في البوق. بس جه واحد أثري مصري سنة 1990 وحب يتك على المعلومة شوية، قالك إيه؟ برضو دي خرافات. وأنا كمان مقتنع إن أي مشكلة بتحصل في العالم ملهاش علاقة بالنفخ في البوق. نفخ في البوق وبعدها على طول قامت حرب الخليج التانية ما بين الكويت والعراق. ها، مقتنع إن في لعنة فراعنة وإن النفخ في البوق ليه علاقة باندلاع الحروب والثورات ولا لأ؟ لسه؟ تعالى شككك في الموضوع اكتر. سنة 2011 2000 وكام معايا؟ متوقعين اللي هقوله؟ ايوه بالظبط. كان في زيارة لوفد ياباني لمصر اسمه وفد المنحة اليابانية اللي بيطلق عليه اسم جايكا. ايه اللي حصل؟ كانوا بيزوروا المتحف المصري، جه واحد من الاثريين المصريين وقرر يكلمهم عن البوق. خلص حكايته ويسكت؟ لا، نفخ في البوق. وايه اللي حصل؟ بالظبط كده، الشعب المصري كله اتنفخ مع البوق. قامت ثورة 25 يناير بعدها بأسبوع بالظبط. لا، وعايزة أقول لكم إن خلال الثورة كان في محاولة لتهريب البوق من المتحف، بس تم إحباطها والسلطات المصرية خدت البوق وسلمته لإيه؟ للمجلس الأعلى للآثار. بعد اللي أنت سمعته والحوادث اللي حصلت ورا بعض في أوقات مختلفة بس كلها ليها علاقة بالحروب. قولوا لي رأيكم، تفتكروا القصة دي حقيقية؟ تفتكروا فعلا البوق مرتبط بأحداث الحروب في العالم؟ البوق ده مفكرني كده بعصاية دامبلدور في هاري بوتر، لازم نتخلص منها علشان العالم يعيش في سلام. متشوقة جدا أسمع رأيكم في التعليقات. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. أشوفكم على خير، باي باي.